السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض رز بسمتي بالمكسرات وفرخة مشوية بطريقة سهلة وبسيطة ومش تاخد منك مكونات كتيرة خالص. يلا نسمي الله ونقول المقادير. معانا بصلتين وفرخة غسلينها بالملح والخل والليمون واربع طماطمات وروز ماري وبهارات فراخ وكوبيبه صيني وفلفل اسمر وخمس حبايات توم وشويه كمون وملح. وهنا بقى هنجيب الكبه او الخلاط، الاتنين ينفعوا. هنقطع بقى المكونات بتاعتنا. هنزل بالبصل والطماطم والبهارات طبعا كلها اللي احنا قلنا عليها. طبعا قبل ما تحطي الكوبيبه الصيني والروزماري اطحنيهم شويه بالمطحنه او بايد الهون، علشان لما تحطيهم في الخلاط او الكبه مش هيطحنوا كويس. وبعد كده حطيهم تاني بقى مع التوابل. انا هنا نسيت وحطيت الكوبيبه الصيني والروزماري، نسيت والله ادوقهم بايد الهون قبل ما احطهم. زي ما انت شايفه كده حطيت كل الطبق، كل الحاجات كلها حطيتها، نسيت خالص. فطبعا الكبه ما طحنتش الكوبيبه الصيني ولا الروزماري كويس. وهنا بقى ممكن اضيف شويه ميه وافرم كل ده كويس في الخلاط بالكبه بالشكل ده كده. وبعد كده جبت هنا بوله ونزلت بالفرخه، وابدا بقى اجيب شوكه واغرز الفرخه كلها بالشكل ده كده. تبداي تغرزيها بالشوكه بالشكل ده، فوق تحت في كل حته في الفرخه تغرزيها، علشان لما احط الخلطه بتاعتنا تتبل كويس من الخلطه، الفرخه كلها تشرب من الخلطه بتاعتنا بالشكل ده كده. وابدا بقى بايديا واتبل الفرخه كويس تحت الجلد في كل حته في الفرخه، اتبلها بالخلطه كده. خلاص جهزت معانا. هبدا بقى احطها في التلاجة واسيبها ليله في التلاجة كده. بقت معانا تاني يوم بالشكل ده. هنبدا بقى كده نشويها. طبعا اي فرن عندك، فرن الكهرباء، الفرن البوتاجاز، زي ما انت حابه، زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. وهنا بقى هنعمل رز بسمتي لغايه لما تستوي. هنا معانا كيلو الا ربع رز وبصلايه صغيره، ومعانا قرنفل ورق لورا وكركم وحبهان. والحبهان لما باجي استخدمه بقطعه بالمقص بالشكل ده كده من فوق، علشان بيخلي الرز طعمه حلو. وهنا جبنا حله وحطيناها على النار ونزلنا بمعلقه سمنه وشويه زيت. واول ما الزيت يسخن معانا والسمنه هنزل بقى بالبصل اللي احنا قطعناه. وابدا بقى احمرها. ولما البصله تتحمر هحط ورق لورا والحبهان والكركم والقرنفل. وبعد كده هنحط الرز. طبعا هتصفيه من ميه كويس، واقلبه شويه بالشكل ده. وبعد كده اروح نازله عليه بالشوربه. كميه الشوربه اللي احنا نحطها على الرز يا دوبك بس بتغطي الرز كده. خلاص بالشكل ده هبدا بقى اغطيه. واول ما يبدا يغلي معانا بالشكل ده ويبدا يشرب الشوربه بتاعته والرز يشرب الشوربه بالشكل ده كده، هبدا بقى هدي عليه النار خالص علشان يستوي براحته. وشوفي بقى الجمال والحلاوه، الفرخه استوت معانا بالشكل القمر الجميل ده. والرز حطيت عليه شويه مكسرات، اي نوع مكسرات انت عايزاه. انا حطيت فول سوداني وحطيت زبيب. ودي كانت اكلتنا النهارده بجد، يا رب تعجبكم. وما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعه للقناه عشان يوصلك كل فيديوهاتي. واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.